الرزق. بر الوالدين فيه تفريج الهموم. انت في مصيبه والعياذ بالله الله يفرج عنك. ببر الوالدين انت عليك دين مش قادر تسد ويعني متدين قابوك. بر الوالدين في الحديث الصحيح البخاري ومسلم 3 نفر الذين حبسهم امرأة فدخلوا الكهف انغار فتدحرج الصخرة وأغلقت عليهم الباب. صديق الحبيب أعطوا الحديث معروف. كل واحد قالوا كيف بدنا نخرج من هذا المسجد؟ قال كل منا يحدث بأختص أعماله لله عز وجل. هذا يعني العمل أنا عارف متيقن مليون بالمية إنه عمله ايش؟ لله. كل واحد يذكر. فجاء الدور على رجل بار أبوه. صديق الحبيب هذا الرجل ماذا قال؟ قال كان لي شيخان أبوان شيخان كبيران كبار بالسن وكنت لا أقدمهما على مال ولا ولد وكنت أعمل من الصباح حتى المساء حتى إذا رجعت إلى البيت لا أطعم زوجا ولا ولد حتى أطعم والدي. صديق الحبيب قال ابتدأت يوم أنا بني شجر يعني صار عندي شغل كثير متأخر حتى إني عدت عليهم ايش؟ بعد العشاء. بعد العشاء قلت ايش؟ قلنا أبوي وأمي ايش؟ نايمين. قال وقد كنت لا أقدمهما على مال ولا ولد. أنت شوف إخواننا بالحديث احنا قلنا دائما القرآن الكريم وسنة حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم دائما بنركز كل كلمة. دائما إخواننا ايش؟ بنركز كل كلمة. بر الوالدين مقدم على ايش؟ إذا كان لابد على شغل. ليش؟ شو قال؟ كنت لا أقدمهما على مال. أنا مشغول وأبوي تعبان وما يعني وأنا وحيد أبوي وأمي وما فيش حدا من إخواني. أنا بالنهار مش فاضي أخوي بروح. طب وبالليل أنت مش فاضي؟ أنت بالنهار عندك وظيفة وبالليل. فلذلك إخواننا يقدم بر الوالدين على المال إذا كان لابد. إذا كنت تكون ولا ولد. أنا عندي أولادي غاليين علي روحي أولادي لا يصير. في هذا الحديث جواز تقديم بر الوالدين بل فيه تقديم بر الوالدين على الولد. أبوي وأمي أولى بالولد. الشيخ صغار وكذا لا 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 لا. ولكن قال فلما رجعت البيت لقيت أبوي وأمي في يدي فتح الأكل وقلت والله لا أقدر أنا صحيح بس أسعدهم. يا سلام أسعدهم. طيب وبعدين ولادي عندي جرية يابا بدنا ناكل. أنت تخيل لحد وين؟ يعني الأمر فاق حتى الشيء المعتاد. يعني طعمين لا